السلام عليكم. اهلا بيكم في درس جديد وشرح جديد من شروحات قناة استوديو المواهب. معاكم محمد عادل. موضوع شرحنا النهاردة ازاي نعمل جين ستيجنج داخل برنامج اف ال ستوديو، لان في برنامج اف ال ستوديو الموضوع بيختلف شوية. في معظم البرامج بيكون في فيدر هنا جنب الويف فورم تقدر تعلي وتوطي منه الجين، او بيكون في خط موجود على الويف كده تقدر برضو ان انت تعلي وتوطي منه الجين. الجين ستيجنج هي اول خطوة بتبدأ تعملها قبل ما تعمل الميكس والماستر، عشان لو عندك في البروجكت موجود معاك مجموعة من الاصوات او التراكات، لما بتشغل الاصوات او التراكات اللي موجودة معاك في البروجكت بتلاقي الصوت واصل معاك للزيرو دي بي. طبعا مفيش اي مساحة هيدروم تقدر ان انت تتحكم فيها او تعمل ميكس وماستر، فبالتالي لازم تشغل اي فيو ميتر زي ده على كل صوت تعمل عليه سولو، كل صوت موجود معاك في البروجكت، وتبدأ تقيس الأصوات دي صوت صوت وتبدأ تشوف هو واصل لحد فين. لو محتاج يعلى هتعليه شوية بحيث ان هو ما يكونش الصوت واطي ويبقى تفاصيل الصوت ضايعة. تبدأ تشوف الأصوات، لو في صوت عالي شوية هتبدأ ان انت توطي الجين بتاعه شوية، ولو في صوت واطي هتبدأ ان انت ترفع او تعزز منه شوية ويبقى واضح وباين معاك. بعد كده بتيجي تعمل ميكس وماستر، بيكون الصوت مظبوط معاك ومفيش اي حاجة واصلة للزيرو دي بي. طيب انا لو جيت اعمل جين ووطي الصوت من الفوليوم هنا مش هيأثر معايا اي شيء ولا هيغير اي حاجة في الصوت نفسه، لان انا هغير في الصوت اللي خارج من الميكسر. يعني انا عندي صوت زي كده انا مدخله على رقم 1 في الميكسر، فالصوت دخل على الميكسر وعدى على البلاجنز او الفلاتر اللي موجودة، بعد كده خرج من القناة دي دخل على الماستر. لو انا وطيت او عليت من هنا مش هيغير معايا اي شيء في الصوت الاساسي، فبجيب اي فيو ميتر بفتحه كده على الصوت عشان ابدأ اشوف الصوت واصل معايا لحد فين، هل هو محتاج يعلى او يوطى. طيب لو محتاج يعلى مش بعلي او اوطي من هنا خالص، باجي عند الصوت اللي انا واقف عليه وبدوس هنا كده وببدأ اشوف هل الصوت ده عالي او واطي محتاج ان انا اعليه. الصوت اللي موجود معايا هنا ده واطي جدا، انا موطيه عشان تقدر تلاحظ الفرق لما هعلي الصوت. اول حاجة هنشغل كده، طبعا انت مش هيوصل لك صوت، انا بس عايزك تشوف تلاحظ بعينك الصوت ده واصل معايا هنا عند قبل 10. طبعا قياسات الفيو ميتر تختلف عن قياسات الميتر اللي موجود في البرنامج اللي هو البيك ميتر. القياسات هنا طبعا تختلف. الفيو ميتر بيسمح بمساحة هيدروم، يعني انا هظبط على الزيرو ده هيسمح لي بمساحة هيدروم كافية جدا، يعني حوالي ماينس 18. انما هنا الوضع هيكون مختلف، بس انا بظبط على الفيو ميتر وهو بيسمح لي بمساحة كافية جدا ان انا يبقى فيه هيدروم اعمل ميكس وماستر. طيب الصوت ده واصل معايا لحد هنا قبل 10 بشوية. على الميتر هنا واصل معايا عند 19. لو جينا بصينا في الشاشة هنا لما بقف على الصوت واصل معايا لحد 19. طبعا الصوت واطي ومحتاج ان هو يعلى، بس انا ده كمثال. طبعا مش هنعلي الاصوات بالطريقة اللي انا هعليها دي، بس ده حاجة كمثال عشان تشوف الفرق لما هعلي الصوت. باجي بدخل هنا كده زي ما انا قلت، وبعد كده عند البوست جين هنا بعمل تعزيز او بعلي. لو تاخد بالك شكل الويف فورم بدأ يكبر ويصغر معايا. من هنا بقدر اتحكم في الصوت نفسه قبل ما يدخل للميكسر ويعدي على البلاجنز اللي موجودة هنا، لان لو انا اتحركت الفوليوم هنا مش هيأثر اي حاجة. يعني بص انا هوطي الفوليوم خالص وهشغل الصوت، الفيو ميتر شغال معايا برضو الصوت، لان الصوت عدى الصوت دخل على القناة رقم 1 في الميكسر، وبعد كده بيمر بالبلاجنز اللي موجودة. بالأخص ان انت ممكن تستخدم بلاجنز محاكاة للأجهزة الأنالوج اللي هي موجودة في الاستوديوهات الكبيرة، فبيكون بيتطلب ان يدخل له صوت عند رينج معين او مستوى معين عشان تاخد منه افضل استفادة. فلو الصوت عالي شوية هيكون مش مظبوط، ولو واطي شوية برضه هيكون مش مظبوط ومش هتستفاد من البلاجنز
البلجنز الانالوج اللي انت استخدمته. فبالتالي بتشغل الفيو ميتر بالشكل ده وتبدأ تظبط الصوت حوالين الزيرو دي بي، يعني عند -1 او +1 مفيش اي مشكلة، فبتظبط الصوت عند الجزء ده. وبالتالي بيكون عندك هنا الرينج مثلا عند 9 او ما بين 9 و6، فبعيد جدا عن الزيرو دي بي، فبيسمح لك بمساحة هيد روم تقدر تعمل ميكس وماستر. ولو جيت شغلت مجموعة التراكات اللي موجودة عندك في البروجكت استحالة ان هم يوصلوا للزيرو دي بي لو انت عايرت الصوت ووزنته على الفيو ميتر. طيب هنبص كده للصوت عشان نظبطه عند الزيرو دي بي. هو كده ازيد من الزيرو دي بي شوية، هضطر ان انا اقلل شوية. كمان تقدر تتحكم في الصوت من هنا برضو، ده يعتبر الجين بتاع الصوت. بيقدر تعلي وتوطي الاعدادات اللي موجودة دي كلها من هنا. لو نبص كده هنا انا كده وصلت للزيرو دي بي. طيب عايز اعلي شوية كمان، هقدر ان انا اعلي. انا كده وصلت عند الزيرو دي بي بالظبط. لو جيت بصيت هنا الزيرو دي بي وصل معايا هنا عند -7، فعندي مساحة كافية هيدروم اقدر اعمل ميكس وماستر. وبعد كده بقدر براحتي اتحكم في الفوليوم في الميكسر، اعمل ليفلينج براحتي من الميكسر من هنا، اعلي صوت شوية اوطي صوت شوية. ده شغل في الميكس بعيد عن الجين ستيجنج، بيكون في الصوت نفسه قبل ما يدخل للميكسر. اتمنى تكون استفدت من الشرح، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.